رسمياً، فريق الرجاء الرياضي قام بتسوية جميع البروتوكولات الخاصة بالنزاعات المالية مع مجموعة من لاعبيه السابقين، وهذه العملية تدارت عبر العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، لتكلفات بأداء المستحقات المالية المتبقية لفائدة اللاعبين المعنيين. العصبة خلصت المبالغ اللي كانت باقية في ذمة الرجاء لكل من وليد الصبار، حمزة مجاهيد، محمد نهيري، وعبد الجليل جبيرة، واللي سبق لهم فتحوا نزاعات ضد النادي بسبب مستحقات مالية ما توصلوش بها في الفترة السابقة. هذه الملفات كانت مرتبطة بشكل مباشر بالعقوبة اللي تعرض لها الفريق في الميركاتو الصيفي اللي فات، واللي منعته من القيام بأي انتدابات جديدة بسبب تراكم النزاعات. لكن بعد هالتسوية الرجاء ولات في موقع قانوني مريح، وقدرت ترفع العقوبة اللي كانت مفروضة عليها. هذه الخطوة المهمة جات نتيجة مجهود جماعي وتنسيق كبير ما بين إدارة الرجاء والعصبة الاحترافية، بحيث كان التركيز الأكبر هو طي هذه الملفات القانونية اللي كانت كتشكل عبء ثقيل على النادي وكتأثر على استقراره التقني والإداري. بهالتسوية الرجاء كتعطي إشارة واضحة على أنها غادية في مسار جديد كيبني على الشفافية، الالتزام، وتسوية كل الملفات العالقة، باش يكون التركيز منصب مستقبلاً على الجانب الرياضي وتحقيق الأهداف اللي كيتسناها الجمهور الرجاوي. هذا الإنجاز كيبين أن الرجاء بدت فعلاً كتحسم بزاف ديال المشاكل اللي تراكمت في السابق، وكتوجد الأرضية لمرحلة جديدة مبنية على الاستقرار المالي والقانوني. وهالشي غادي يساعدها بزاف في الميركاتو الجاي باش تقوم بانتدابات قوية وتنافس على الألقاب.